يعني. انا شايف هو هقول لك على حاجه. انا شخصيا دايما كنت هو ايه ده الاحمر يا واحد لابس بلوفر او حاجه زي كده، لابس بلوفر احمر او شيء، او واحده يعني ضربوه بالعصا على راسه يعني. هو هذا عمل يعني اجرامي، هذا عمل اجرامي. هو المفروض بالمجلس العسكري ان يجد حل لهذا الوضع، لانه وهو يرى الصور. المجلس العسكري عنده الصور ويقدر يقول كل واحد جندي اسمه ايه وفي اي وحده وفي اي مكان. ده ودول دول اللي اترموا في الشارع كده يعني. والشخص اللي عمل كده برضه نعرف ما هي من يعني من ناحيتين. مش عارف يعني ما الذي جرى، يعني ما الذي يجري في مصر يعني. هي فتنه، مصر فتنة. ويقال ان في ملايين، عشرات الملايين. لاحظ انه هذا مقتول يعني، كان ما قتل من الضرب يعني. ده اليوم؟ لا ده يوم امس. يوم امس. يعني هو ده ابن عيلة طبعا وشاب عنده مستقبله، ولو كان مات دي حاجة خطيرة وحاجة. لا مات، نقلوه إلى المستشفى، وهناك تقارير تقول أنه نقل إلى المستشفى يعني في عربية الإسعاف هو ميت. هو اللي أنا عايز أقوله يعني رفعوه هو ميت. هقول لك يعني أنا شايف الصور دي، هذه مأساة. ممكن أتفرج عليها طول الليل وطول النهار، بس في النهاية كراجل بفكر في السياسة وسياسي، إيه الحل إيه؟ هو كده، هو ده احنا اللي عايزينه. هو ده يعني الا يخرج من يهدئ الشارع. أليس هناك من يخرج ويهدئ الشارع؟ يعني أليس هناك من يفكر بأن مصر تنزل؟ نزول المشير طنطاوي في الميدان مش هيغير حاجة. لا، ما هو لا يمكن الخروج منها. لا، ده اصل لما تبقى في داخل المعمعة ما بتحسش. ده انت بتخلق ثارات بين الجيش والناس بهذه الأعمال. ما دي مقصودة من جهات سياسية في داخل مصر، هي أن تخلط الأمور معا لخلق انفصال بين الجيش وبين الشعب. هذا الكلام المفيد يا دكتور أحمد. يا دكتور أحمد. دكتور أحمد معك يا دكتور عباس. انت ما اعرف اذا تشاهد التلفزيون ام لا، يعني اذا تشاهد البرنامج. انا اتابع التلفزيون ورأيت المشاهد بنفسي، هذه المشاهد الوحشية التي ينبغي ان توصفها يا احمد. احنا عايزين ندخل الحل. انا اسف جدا دكتور وفيق، عايزين ندخل الحل مش الوصف يا احمد. انت عندك ورقة وقلم، سجل ما تريد ان تقوله باسلوب يعني ديمقراطي لطيف، وبعد ما انتهي اعلق عليه حتى استطيع ان اقول ايضا رايي كما انا سمعتكم رايكم. انا اقول ان هذا التعامل بهذا الاسلوب الوحشي لا يليق بالجيش المصري، ولا يليق ببذله الجيش المصري، ولا يليق بسمعه الجيش المصري. وهذه المفروض انها اعمال ليست اعمال الجيش المصري، بل اعمال خارجه عن ثقافه واداب الجيش، وعن هؤلاء أن يحاكموا محاكمة عسكرية مقابل ما فعلوه في هذا. احنا رأينا المرأة التي ترتدي الزي الأحمر كيف ضربت، وزوجها الذي كان يرتدي الزي الأبيض كيف ضرب ضربا مميتا عندما ذهب الاثنين عن الدفاع عن المرأة التي كانت عرية. فذهب الاثنين عن الدفاع عن المرأة التي عريت، فرأينا يدفع المرأة التي لبست أحمر ويضرب زوجها الذي يلبس أبيض، وضربوهم ضربا مبرحا لأنهم ذهبوا للمرأة التي عريت في الشارع. أنا أقول إن الجيش المصري أكبر من ذلك. هذه النقطة الأخرى، الدكتور بشوارة يتكلم عن إندونيسيا وليس عنده معلومات عن إندونيسيا. أنا أزور إندونيسيا 4 مرات في السنة، أجلس مع أعضاء البرلمان الإندونيسي، أجلس مع الوزراء، أزور حكام الأقاليم وحكام المحافظات للاطلاع على الواقع بالضبط، وهذا لسنوات طويلة. ومن قبل الثورة كنت أزورها، وبعد الثورة أزورها، وعلى تواصل قوي جدا لمحاولة الاستفادة. اندونيسيا دولة مسلمة، ودخل الاسلام لاندونيسيا قبل ان يدخل النصرانية. نرى مرة اخرى كيف التعامل مع المرأة في الشارع، كيف ضربها، ما هي اللغة التي يتحدثوا بها يا احمد؟ اللغة الاندونيسية ايه؟ بتتكلم معاهم بالانجليزي ولا بعربي؟ لا تقاطعني، انت سجل عندك رجاء، سجل عندك ونهاية الوقت تتكلم. المسلمين وغير المسلمين، المجتمع البريطاني قام بمظاهرة حاشدة حضرها مئات الآلاف
ذهبت أمام السفارة الإسرائيلية تنديدا لأحداث غزة، وكانت الشرطة البريطانية تقف عن بعد وتراقب وتحمي السفارة الإسرائيلية وتحمي المحلات يا دكتور أحمد، يعني يا دكتور أحمد الناس على السفارة الإسرائيلية لو سمحت لي يا دكتور أحمد، لو سمحت لي، يعني هذا المنظر الذي شاهدناه الآن منظر يعني حقيقة مقزز. نحن رأينا امرأة ورجل يتقدمان نحو الجيش أو نحو هذه القوة التي تقف، وتعرضوا إلى الضرب الذي أدى إلى وفاة أحدهم. يعني هذا المنظر واضح أمامك، يعني كيف تعلق على هذا الكلام؟ يعني كيف يمكن أن نتوصل إلى حلول؟ الذي تفضلت به والذي رأيناه الآن جاء عقب مشهد قبله بدقيقة واحدة، وهو الاعتداء على الفتاة وجرها وتعريتها وضرب الفتى الذي حاول يدافع عنها، ثم جاء هذا الرجل الذي يلبس أبيض والمرأة التي تلبس أحمر للدفاع عن هذه الفتاة التي أصبحت معراه في الشارع. فأنا أقول إن هذه الصورة وهذا الأسلوب البشع في التعامل لابد التعامل معها بقضاء وقوي وشرطة عسكرية تتعامل مع هؤلاء المجندين الذين فعلوا ذلك في الشعب المصري، لأنه ما يمكن أن الجيش المصري يضرب الشعب المصري ويقتل الشعب المصري بهذه الصورة. شايف هذه الصورة؟ المجندين يقول دكتور يا دكتور أحمد أرجوك يا عفيف عيد لي هذه الصورة أرجوك. لاحظ، يعني ألم تسحل هذه المرأة يا أخي؟ أنت تقول لم يسحلوا أحد؟ ألم تلاحظ أنها أنا لا أدافع عن الجيش المصري، أنا لست أرجل الجنود، هذه المرأة معراة التي تحت أرجل الجنود، هذه المرأة الآن معراة، يعني رفعت ملابسها وهي في الشارع بهذه الصورة، والشاب الذي كان يدافع عنها مضروب بجوارها. يعني أنا أقول إن هذه الصورة من يقبل هذا؟ وهذه المرأة التي تلبس أحمر تأتي لتدافع عنها. نحن نرى هذا الواقع. أنا أقول إني أطلق رصاص أيضا على الجيش المصري، ولكن أيضا الجيش المصري على حاجة مفيدة بقى بدل الوصف. لابد إن المجلس العسكري يتخذ خطوات سريعة، لابد يتخذ خطوات زي إيه الخطوات السريعة اللي عايز تقول؟ كل من هو مسؤول من الجيش أو من البلطجية حتى تخرج مصر من هذه المأساة، حتى تخرج مصر من هذه المأساة. طبعا هذا الرجل الآن في المشهد يطلق رصاص، الرجل في المشهد يطلق رصاص. طبعا على بعض القنوات الفضائية بعض المجلس العسكري قالوا انه يضرب رصاص، ليس رصاص حي بل هذا صوت. اهلا وسهلا، هذا رصاص صوت ام رصاص حي؟ اطلق ايضا على مجندين الضرب بالجزمة يا دكتور احمد، ايضا مجندين، لابد التحقيق مع الجميع. لحظة يا دكتور انظر، الضرب في الجزم على الرؤوس، على الرأس والعصي، وعشرات على شخص واحد، على مصري ومصرية، على مرأة. انظر كيف ستخمد الحركة فيها تماما. ما ندري هل ماتت، التقارير تقول انها ماتت. انظر هذا المشهد، هذا المشهد، يعني كيف يقبل مصري ان يفعل بمصري هذا الامر؟ هل هو الامن المركزي الذي كان يعذب المصريين ويقتل المعتقلين وعلى القيادة في مصر ويدخل الأصيل في مؤخراتهم؟ يحاسب هؤلاء. لو أن هذا الرجل انظر يا أحمد، انظر كيف خمد الرجل وخمدت المرأة، إما مات أو فقد الوعي. انظر. ومعي الطبيب هنا، استناني يا دكتور أحمد. علق يا طبيب، علق يا من تقول أن المجلس العسكري هو الحل. علق. هناك فرق بين إدانة العمل الإجرامي والوحش ضد المواطن المصري، وهناك كذلك خلق مناخ
ضبط وربط داخل الدولة. يجب ألا نخطئ في هذين الشيء، أنني أستخدم مخي في ذلك ولا أستخدم العواطف، أنني لا يمكن أن أضيع دولة بسبب عمل إجرامي صغير على كما رأيت في التلفزيون. أقصد فيه أن مصر فقدت حوالي 800 أو 900 شخص. لو كان هذا أخوك أو ابن عمك كان هذا تعليقك؟ سأشجب ذلك كذلك. ما فرق بين أخي وهذه الفتاة التي جاجر في الشارع؟ لو كنت أنت من المعترضين لا لا لا, لا أنا لن أعطي، ويحدث لك هذا، أنا لن أفرق بين أخي. لو كنت في ميدان التحرير وحصل لك هذا وكنت مرة هكذا، ما هكون بتشد من الكرفتة بتاعتي كله عادي. أنت هتعيش عشان تشجبه؟ ما خلاص أتعشى من واحد زي أحمد يشجبه. هو المشكلة إن إحنا عايزين نبص على عملية الإصلاح